بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة أم ريما. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ديما لاباس. اليوم جبت لكم فطيرة، وما أحلى هذه الفطيرة، هذه بنينة بزاف بزاف. هي لا كروستاتا إيطاليان، معروفة عالميا. تجي اقتصادية وبنتها بنة. راح نقطع معكم قطعة باش تشوفوها بعد ما وجدت، وراهي يعني جديدة. تجي كروكونت وتجي هشيشة بزاف، ويعني هذاك الذوق تاع المعجون او المربى اللي راح يزيد لها كما قلت لكم بنة على بنة. ننصحكم انكم تجربوها. نعطيكم سر فقط، كي تزيد تبات تزيد في البنة. نروح نوجدوا الوصفة مع بعض. نبدأ بسم الله. عندي لهنا 300 غرام فرينة، عندي 150 غرام من المارغرين درجة حرارة الغرفة، وعندي 75 غرام من السكر الناعم، وعندي راح نستعمل بيضة مع هاد يعني المكونات، علبة تاع معجون تاع فراولة، وراح نستعمل الملح وقليل من الفانيلا. نجيب الروبو تاعي ولا لاشواغ ولا الشي اللي عندك، نحطه فيه. شوفوا يعني سهلة ماهلة التحضير تاعها ولا اسهل، وحتى المكونات تاعها بسيطة للغاية. نحط فيها الفرينة، نضيف عليها الزبدة ولا المارغرين، يعني يكون نزيدو نديروها بالزبدة حتى تعطينا نتيجة أفضل وأفضل. نحط عليهم السكر، نحط عليهم قرصة ملح باه نعدلو الطعم تاع الفطيرة تاعنا، ونغطي ونبدا نضرب بالشواغ حتى هذيك الفرينة والسكر والمارغرين يتخلطوا مليح تماما، يعني تعود مرملة كيما راكم تشوفوا على فرد حبة. لهنا راح نضيف البيضة، وحطيت يعني ملعقة تاع لافاني مع هاد البيضة هادي، وخلطها شوية، وملعقة صغيرة تاع لافاني، ونزيد نضرب بالروبو حتى نشوف باللي عجينة الصابلي تاعي تلمت على جهة، يعني راهي تخلطت مليح. شوفوا البنات، راح نعت لكم يعني حتبان لكم من تحت الغطاء باللي راهي تلمت على جهة. شوفوا كيف يعني العجينة او يعني لاباط صابلي تاعي تلمت على جهة، يعني راهي تخلطت. نحيها، وهاي النتيجة امامكم. شوفوا يعني الطريقة سهلة للغاية. نحي هذيك لاباط صابلي من الروبو. البنات اذا لقيتوا يعني الفرينة مازالت شوية، تقدروا يعني ما تخلطتش مليح، تقدروا زيدوا يعني تدخلوها في الحلوى. راح ندخل شوية الحلوى تاعي ولا بات صابلي تاعي، نلمها مليح، نحطها في كيس بلاستيكي غذائي، نقفل يعني نغلق عليها ونخليها مدة 20 دقيقة ونرجع لكم. هلا هنا بعد مرور 20 دقيقة البنات نرج طاولة العمل بالفرينة، وتقدروا تستعملوا ورق الطهي، خاصة البنات المبتدئات. يعني ننصحكم باه تستعملوا ورق الطهي كي تحلوا هاد الحلوى هذه. لهنا راح نحل على سمك من با يعني 1 سنتيمتر. وكما تشوفوا هزيتها بالحلال، ونجيب المول تاعي. البنات لهنا يعني كما قلت لكم من الاحسن يعني تهزوها بورق الطهي باه ما تتكسر لكمش، وباه تجيكم سهله كي تحطوها وما تعييكمش. لهنا نحطها غير بشويه، نسوي الجوانب يعني باه يحكموا لا فورم تاع المول تاعي او الشكل تاع القالب. وشي اللي ناقص منا راح نزيدو، يعني نحي العجينه من جهه اخرى ونحط عفوا في الفراغات هذوك. نسوي مليح الجوانب كما راكم تلاحظوا. راح نجيب موس او سكين، ونبدا نحي في هذوك الزوائد. هاد العجينه هذه اللي يعني بقات لنا راح نستعملوها باه نشكلوا هذوك يعني الخطوط اللي تجي فوق الفطيره او على وجه الفطيره. نثقب الفطيره تاعي بالفرشيطه، ونجيب المعجون. لهنا المعجون يعني هذا نقص سكر، ما يجيش حلو بزاف.
حطيت علبة خففتها بشوية تاع الماء فقط، هكا باه يمشيلي على وجه الفطيرة تاعي كيما راكم تلاحظوا. نتوما يعني المعجون احنا تاعنا يجينا شوية حلو. من الأحسن ما تحطوش علبة كاملة. يعني وحدة، عفوا نصف علبة راح تعطيكم يعني نتيجة مليحة. راح تجي هاد لاطورت هذه تجي معتدلة في الحلاوة، يعني ما تجيش او في يعني ما تجيش حلوة بزاف. لكن كي تحطوا علبة كاملة راح تجيكم حلوة بزاف. يعني المعجون تاعنا او المربى تاعنا حلو بزاف، فيه السكر بزاف. هذا واش ننصحكم. واللي يحبوا الحلاوة يعني يقدروا يحطوا علبة كاملة. لا انا حطيت يعني هذه ناقصة حلاوة خلاص المربى هذه، وانتم كيما تحبوا. المهم شوفوا كيفاه يعني القالب تاعي والمول تاعي شوية عالي. راح نزيد نسويها، نحي هذوك الزوائد للمرة الثانية ونسويها على الجوانب مليح. الفور تاعي راهو يسخن على 180 درجة، ونبدا نشكل، يعني نشكل في حرب صغار رقاق باه ما با يعني يكون يعني على قد ما نرقوهم وهم يعطيونا نتيجة افضل. شوفوا كفاية يعني نبرم فيهم نبدا نحط فوق وجه الفطيرة. حنت لكم يعني طريقة سهلة. شوفوا كيفاه نحط يعني نبدا بالنص هكا باه نعرف يعني نميز، ونسوي بيدي ونبقى يعني ندير خطوط متوازية كما راكم تلاحظوا. نحاولوا يعني نديروا هذوك الحرابش نفس يعني القيس او نفس السمك تاعهم حتى نكمل الجهة هذه بالطول. ولا هنا راح يعني نعكس باه ندير معينات كما راكم تلاحظوا. شوفوا كيفاه راني قربت لكم الصورة باه تجيكم مفهومة. ونكمل نزين او نشكل هذوك المعينات او المقرودات اللي يجيو من فوق الفطيرة حتى نكمل يعني كامل العجينة هذه. راح ادي لكم يعني فطيرة كيما هكا، وما راحش تبقى بزاف، حتجيكم تقريب يعني كي يعود المول تاعكم اكثر من تاعي راح يجيكم تقريب يعني العجينة دير لكم فطيرة كاملة وما تبقى لكمش. انا هنا بقات لي غير شوية. وهاي الفطيرة تاعي راح نحطها طيب. المدة البنات يعني حتى تشوفوها حمارت كيما راكم تلاحظوا. انا لهنا دات لي قريب يعني 30 دقيقة. نقصت شوية للفور، حطيته في 150 درجة لانه الفور تاعي يشعل من تحت ومن فوق، وخليتها حتى حمارت وهاي سخونة تغلي. ان شاء الله تجربوا هاد الفطيرة هذه. شوفوا يعني ما احلاها وتجي بنينة بزاف 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 وهشيشة، تجيكم يعني خاصة كي تاكلوها جديدة هذاك الكروكون هذاك يجي كاين. لكن كي تبات الغدوة راح تجيكم مبسة تذوب في الفم مع هذاك الكو تاع المعجون ولا اروع. ان شاء الله تجربوا هذه الفطيرة هذه وتعجبكم باذن الله. ما بقى لي غير نقول لكم ترقبوني في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.